بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. مرحبا بكم أحبائي في قناتي مطبخ وتدبير سارة. اليوم جبت لكم حلوى بزاف راقية وتجي بزاف بنينة وما فيهاش مقادير بزاف، يعني هذه الحلوى محشوة بالكريمة والحلقومة. خليكم مع الوصفة. المقادير عندنا اول حاجه عندنا هذا المول اللي غادي نستعمله. نحتاج حلقومه انا كنت قطعتها الى قطع صغيره. نحتاج شوكولا بيضاء. نحتاج كاس معمر كريم شونتي، كاس الا ربع حليب بارد، عطر الفراوله، ونحتاج كذلك كولورون اي ملون غذائي. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها نقول بسم الله. في هذا الاناء درت كاس كريم شونتي ومعاه كاس الا ربع حليب لازم يكون بارد، وهنايا درت نصف القاروره هذه تاع عطر الفراوله. كما كتشوفوا حبيباتي هنا غادي نبدا نطلع فيها حتى نتحصل على خليط يكون ثقيل، يعني تاع كريمه. تعرفوه حبيباتي كي تقلبوا الطبسي تاعكم ولا الزلافه تقعد لاصقه ما طيحش. هنا البنات هاد الحلوه تجي بزاف بزاف بنينه. انا كنت العام اللي فات درتها في العيد وما بارطاجيتهاش معكم، واللي داقها عندي هبل عليها، خصوصا ساره قالت لي ما نروحش من عندك حتى ديريها لي، ودرتها وفرحت بها. كما كتشوفوا حبيباتي هنا راني نطلع فيها وغادي نديرها غير في الثلاجه من تحت، ما لازمش ديروها في المجمد. كما كتشوفوا هنايا القوام تاعها صار ثقيل. ندخلها للثلاجه. وهنايا غادي نوري لكم الشوكولا البيضاء كما طلبتوا مني كيفاش تلونوها. عندي مول تاع سيليكون ونحتاج الشوكولا البيضاء. انا كنت ذوبتها في حمام مائي، ما ديروا لها والو، ما تزيدوا لها والو. هنايا البنات غادي نقول لكم حاجه عمركم ما ديروا هنايا كولورون يعني ليكيد، لا ديروا بودغ كما كتشوفوا باش تحصلوا على اللون اللي راكم باغينه. لخاطرش لا درتو ليكيد غادي الشوكولا تاعكم تفسد وما تجيكمش مليحه، يعني شغل تتكتل وتخسر تماما. بصح كي ديروا بودر غادي تتحصلوا على اللون اللي راكم باغيينه. باغ اكزومبل انا درت اللون وردي، نقعد نزيد بشويه حتى نتحصل على اللون الوردي اللي شفتوه يعني في اول الفيديو في الصوره. كما كتشوفوا حبيباتي هنايا راني قريب نتحصل على اللون اللي راني باغيته، ونقعد نحرك بهذه الطريقه. ونجيب المول تاع السيليكون كما كتشوفوا هنايا اللون وردي يجي بزاف شباب، وانتي اي لون تبغيه اي مذاق استعمليه. هنايا البنات غادي ندير بالملعقه الصغيره ونمشي ديك الشوكولا في المول تاع السيليكون. وبغيت نقول لكم حبيباتي انا درت هذا المول ودرت المول تاع كور يعني تاع القلب، يجي تاني شباب، وانتي اي مول عندك متواجد تستعمليه. غادي نبدا ندير. وهاد الحلوى راني متاكده الشيرات باللي كي غادي ديروها غادي تنال اعجابكم وتنال اعجاب الازواج تاعكم ولا الابات تاعكم ولا يعني والديكم خوتكم، والبزوز غادي يدابزوا عليها. نقولها لكم نيشان تحسوا بالمذاق تاع لاكريم ما شاء الله، تجي شابه وبنينه وتذوب في الفم. كما كتشوفوا حباتي هنايا بالمغرف نمشي بهذه الطريقه. لازم تمشوا الشوكولا تاعكم مليح، لخاطرش غادي نديرو هاد الطبقه تاع الشوكولا كي شغل نمشوها تماما وندخلوها في المجمد تجمد مليح. من بعد ما جمدت انا جبت الكريمه تاعي كما كتشوفوا بهذه الطريقه، والريحه راها دوخ يعني راها تهبل في الكوزينه ريحه الفراوله. شكون من عشاق الفراوله كيما انا، وتقدروا ديروا اي عطر كيما قلت لكم اي نكهه تبغوها. هنايا درت شويه تاع كريمه ودرت شويه تاع حلقومه. الحلقومه تاني راح تعطيها مذاق بزاف بنين، يعني كي تجيو تاكلوا ديك الحبه تحسوا راكم تاكلوا يعني روعه روعه. شو باغي نقول لكم شي تجي شابه. هنا نزيد الحلقومه بهذه الطريقه ونكمل معاكم. كي ندير الحبه تاع ندير الكريمه ونعاود ندير الحلقومه ونعاود نغطيه بالكريمه بهذه الطريقه. وهذيك الشوكولا كي تشوفيها انت الا جمدت لك باغ اكزومبل راكي تخدمي ديري حمام مائي طبخي الماء تاعك وبعديها حطي طاوه قدامك ولا كسرول، ومن بعديها قعدي شغل عاودي ذوبيها وما تخسر ما تفسد. شوالح حاجو غير تزيدوا ليها قطره تاع ما، لا زدتوا ليها قطره تاع ما ولا غادي تفسد لكم. غادي ندير هذه الطريقه وكملتهم. بعديها ندير الطبقه الثانيه، الطبقه الثانيه تاع الشوكولا. شوفوا بهذه الطريقه
يعني ما شاء الله. تقطع يعني كميه لاباس بها الحمد لله، يعني روعه وتتبنيها وتجي بنينه وتجي بارده. هذه الشيلات ما تجيش يعني برا، ما تخلوهاش برا، تجي في الثلاجه ماشي في المجمد، تجي غير في الثلاجه من تحت وتجي بنينه. كما كنتوا تشوفوا غادي نكمل الطبقه التاليه وندخلها للمجمد تجبد، ومن بعد نجبدها. هاي البنات من بعد ما خرجتها من المجمد قدمتها بهذا الشكل. صدقوني البنات تجي بزاف بزاف بنينه، وغادي يدابزوا عليها الاطفال تاعكم. وغادي نحل لكم هذه الحبه اللي درتها على شكل قلوب. شوفوا الكريمه من الداخل وشوفوا كذلك حلوه الحلقومه. نتمنى الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا لايك واشتراك وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء نتاعكم. سلام، موفقين ان شاء الله.